مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مو شرط يكون عنا بهارات سمك لتطلع معانا طعمة السمك بتجنن. مكونات بسيطة وموجودة بكل بيت. رح نعمل أطيب تتبيل السمك، شوية من البقدونس مفرومين ناعم، على شوية من الشطة الحمراء المونسة، لا هي حلوة ولا حادة. بنفركهم مع بعض لتظهر عندي عصارة البقدونس. بعدين بعطيهم رشة من الكمون، وبعدين باخد عصرة بفركهم مزبوط، وبعصر هون حبتين ليمون، بضيف عليهم 4 أسنان توم. بس أحركهم، بقسمهم قسمين، قسم باخده على جنب والقسم الثاني بدي أنزل عليه البقدونس مع الشطة مع الكمون، وببتدي أتبل بالسمك. السمك هون بكون مملح، أنا من جهتي مملحته وتاركته بالثلاجة. إذا مو ملحينه فيك تحطوا عليه ملح. بحدث بالسمكة شطبين من هاي الجهة وشطبين من الجهة الثانية، وأهم شي أعطيها من الشطوب كمان تتبيلة مشان أضمن إنه تضلها متشربة تتبيلتها لتاني يوم. هلا هون بدنا نحطها بالثلاجة قد ما بتقدروا، يوم يوم ونص حسب ما عندكم وقت. بعدين تاني باليوم اللي بدكم تشوها فيه أو تقلوها فيه، فيكم تعملوا طراطور، تبولة، سلطة، الشي اللي بتحبوه جنب السمك. هلا أنا بدي أشويها مع بعض. هاي أطيب تتبيلة سمك، يعني بتاخدوها للسمك المشوي كمان. هلا جهزت التبولة اللي أنا بحبها دائما بالبرغل، كمية البرغل بكترها. هون رح أعمل صحن طراطور، ما فينا نستغني عن الطراطور جنب السمك، بيطلع طعمته كتير طيبة. هلا جهزت التتبيلة معي، بنشوف السمكة شو صار فيها. هون رح اشيلهن واخد الصوص تبعهن، التتبيله اللي تبلتها ما رح كبها، حطها على جنب. الصينيه اللي بدي اغلفها بدي افوتها الفرن، بغلفها بورق سلوفان وبضيف لها طحينه. هلا ليش انا ضفت طحينه؟ هلا هون السر طعمة الطحينه مع الصوص، هلا مع التتبيله رح تعطيني طعمه رهيبه، وبنفس الوقت رح اضمن انه السمكه ما رح تلزق بقلب الصينيه. وبرجع بدهنها بشويه من الطحينه كمان، طعمتها بتصير خرافية. بصفي علينا عنصر واحد لازم نضيفه، بس مو هلا رح ندخلها الفرن على أقصى درجة حرارة من تحت ومن فوق، وأول ما بنحسها قربت تستوي بنضيف عليها شوية من الزيت الزيتون. طعمة ولا أروع ولمعة واحمرار بياخد العقل. وباخد شوية من الريشة وبنزل من الصوص اللي بقلب الصينية، برجع بشربها إياها، بدي إياها تشرب كل الصوص وكل الزيت مشان تعطيني طعمة هيك أعلى من هاي الطعمة وأطيب من هالطعمة ما رح تلاقوا. وبطلعها من الفرن وبرجع بشربها بالتتبيلة اللي كنت أنا متبلة فيها، زي ما أنتم شايفين هيك بطفيها تطفاية، وبصير السمك صار معي جاهز. أطيب سمك بتاكلوه برمضان إذا بتعملوه بهالطريقة هاي. وبتمنى إذا عجبكم الفيديو وجربتوها لا تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك فضلا منكم وليس أمرا. وكمان حبايبي بتمنى تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء قد ما بتقدروا عشان قناتي تكبر فيكم. حطيت لكم بحساباتي على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك بصندوق الوصف. بتمنى هناك الدعم والاشتراك. وهلا لازم ندوق السمكة مع بعض ونشوف طعمتها مع الثوم والليمون شلون صارت اللي شلناهم على جنب. طعمة يا جماعة أروع من هيك ما في، بتجنن، بتاخد العقل. زي ما انتم شايفين سمك مشوي 100%. صدقوني جربوها ما بتندموا. وهلا فينا أقولكم نشوفكم فيديوهات جديدة، وسلام.